السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. هنعمل النهارده كيك التايجر او الماربل كيك بانجح واسهل طريقة وبمكونات كلها من البيت، وهنشتغل في المكونات دي بالخلاط عشان لو ما عندكيش عجان او مضرب كهربائي تبقى الوصفة سهلة عليكي، وهنمشي مع بعض خطوة بخطوة علشان الكيك يطلع ناجح معاكي وما يهبطش منك. يلا بينا نشوف الطريقة ونبدأ على بركة الله. بس قبل ما نبدأ ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وشير واشتراك وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. معايا هنا في بولة كوبايتين من الدقيق، وعليهم معلقتين من النشا هرمية، وعليهم بيكنج باودر كامل، كيس كامل، ومعلقة ملح صغيرة زي ما انت ما شايفاها كده بالمعلقة الصغيرة بتاعة الملح، وتبدأي تقلبي الخليط كله مع بعضه علشان يتداخل مع بعضه، ونركنه على جنب ونجيب شفشق الخلاط وتبدأي تنزلي فيه ببيضتين يكونوا بدرجة حرارة الغرفة، وتنزلي عليهم بكيسين فانيليا اي نوع انت بتفضليه، ولو ما عندكيش فانيليا تقدري ان انت تحطي خل، ولو ما عندكيش خل تقدري ان انت تحطي ليمون. مش بفضل انا الخل مع الفانيليا بصراحة، لو انت بتحبي الخل مع الفانيليا تمام حطي خل مع الفانيليا، انا مش بحس الكيكة بتطلع حلوة بصراحة او ريحتها بتبقى غريبة. ومعايا كوباية من اللبن 250 جرام او هنقول ملي، انا هكتب لك المقادير في صندوق الوصف ان شاء الله. وكوباية من السكر هتعايري كله بمج واحد، ونص كوباية من الزيت، وتبدأي تضربيهم لحد السكر ما يدوب والخليط يبقى لونه فاتح. مش عايزة اي حبيبات من السكر تفضل سليمة عشان بتنقر الكيك وبيبقى جواها حتت كده مسمرة. عندي هنا الدقيق انا كنت نخلته في الاول وبنخله تاني، هديله نخلة تاني. لما بتنخليه مرة واتنين وتلاتة بتدخلي في الهواء بتطلع معاكي الكيكة هشة فوق الوصف. هتبدأي تنخليه، ولأول ما يتنخل هتبدأي تقلبينه بالمعلقة بحيث ان المواد كلها تتجانس، مع ان هي تجانست من اول مرة بس مفيش مشكلة بنأكد عليها تاني. وتاخدي بقى الخليط اللي انت ضربتيه، بص لونه فاتح ازاي، عايزاه اللون ده يا بنات، كل ما يبقى لونه فاتح كل ما يبقى الخليط كله تجانس مع بعضه. وتنزلي بالخليط في البولة على الدقيق وعلى المكونات الجافة اللي احنا قلناها في الاول، وتبدأي تقلبي كده بالمضرب لحد ما كل الدقيق يختفي من البولة كده. خلاص تمام تجانست. وبالاسباتيولا تاخدي الجناب دي كلها وما تخليش فيها اي فتفوت دقيق. بص الخليط يا بنات عامل ازاي، انا عايزاه بالتقل ده. بص كده بقى يا بنات اهو، هنقسمهم نصين، نص في البولة دي ونص في البولة دي، نص هنحط له كاكاو والنص التاني هنسيبه ابيض عشان نقدر نشكل بيه. ويا ريت الخليط ما يبقاش معاكي تقيل عشان ما تطلعش معاكي مكتومه، عايزين الخليط متوسط علشان خاطر يديك الشكل اللي بتشوفيه في كيكه التايجر. وانا هنا معايا معلقتين من الكاكاو هرميه هحطهم دلوقتي على الخليط التاني اللي احنا قسمناه بالنص، وهنحط عليه معلقتين من اللبن علشان لما تيجي تقلبيه يبقى يديكي نفس القوام بتاع الخليط الاولاني اللي هو لونه ابيض اللي بالفانيليا. وتبدأي تجيبي حاجة تصبي فيها علشان لما تبدأي تصبي مرة من هنا من اللون ده ومرة من اللون ده او مرة من الخليط ده ومرة من الخليط ده يبقى سهل عليكي مفيهوش صعوبة، هتعرفي تصبي من البولة وتتعاملي معاها تمام. صبي واشتغلي بيها مفيش اي مشكلة. كده انا صبيت الاولاني اللي هو بالكاكاو، وهنصب دلوقتي اللي هو الابيض. ويا ريت تنخلوا الكاكاو يا بنات علشان بيبقى فيه تكتلات، بيبقى رخم قوي في قلب الخليط. هتجيبي هنا صينيه، انا عندي هنا الصينيه البايركس دي حراريه بتدخل الفرن، هحط لها دهنه زيت بسيطه بس، وهبدا اصب الخليط زي ما انت ما شايفه كده، هصبه كده خيط رفيع، وتبداي تنزلي في النص. كل العمليه دي هتعمليها في النص. هو انا كنت نازله في النص بس معرفش ليه هي اتحودت كده وخدت جنب، هتتظبط في الاخر، بس انت حاولي تظبطي ايديكي بقى وتجيبيها في النص، مره بالخليط الفانيليا ومره بخليط الكاكاو. كده حطينا الفانيليا، تحطي خليط الكاكاو. حاولي الخليط بتاعك ما يطلعش خفيف وفي نفس الوقت ما يطلعش تقيل، انا عايزاه السمك اللي انت شايفاه ده بحيث ان الخطوط تفضل ثابته. لو الخليط متوسط هتفضل معاك الخطوط ثابته ومتماسكه، لو الخليط تقيل هتطلع معاكي مكتومه وتيجي تاكليها هتلاقيها بتلك ببقك. في الوقت ده تبقي مولعه الفرن على درجه حراره مسخناها قبلها ب5 دقايق، الفرن درجه حراره 180. الكيكه دي بتقعد في الفرن من 40 ل 45 دقيقه.
انا بالنسبه لي هحطها في الفرن الكهربائي، عندي درجات الحراره فيه، هتخليها شغاله من فوق ومن تحت. تشيلي بقى الشبكه اللي هي اللي في النص دي، انا عندي عملت كده ورحت حاطه غطا بتاع حل عندي، ورحت حاطاه كده في الارضيه، ورحت حاطه الصينيه فوق منها، بحيث ان هي ما تبقاش لازقه من الفرن من فوق قوي. ما عندكيش انت بقى درجات حراره، خلاص تمام، الفرن بتاعك اللي هو الغاز اعوجيه على زاويه كده في الجنب، وخلي درجه الحراره متوسطه، هتديك الدرجه اللي هي بتاعه 180 درجه. انا بالنسبه لي في الاول يعني بخليها دايما شغاله على 200، بس هم 5 دقايق بس. انا مش عايزاكي تعملي كده عشان ما تبصي منك، انا بالنسبه لي بعمل كده، الاول بخليها شغاله على 200 5 دقايق، بمعنى 5 دقايق ببقى ظابطه التايمر يرن معايا على 5 دقايق، اللي هو ايه تايمر عندي في البوتاجاز اللي هو الغاز. اول ما يضرب عندي التايمر ده بعرف ان الوقت اتظبط، او اظبطيها بالتليفون مفيش مشكله. وبعد كده بعليه. انت بالنسبه لك من الاول للاخر لو مش هتعرفي اعمليها زي ما بقول لك كده، خلي درجه الحراره من الاول للاخر في النص كده، طالما عندك الفرن غاز وما فيهوش درجات حراره، وممكن يبقى فيه فرن فيه درجات حراره او بوتاجاز فيه درجات حراره، خلاص اظبطيه مفيش مشكله. هنا بقى هجيب خله وهبدا امشي زي ما انت ما شايفه كده، مشيت كده رايح، ارجع بقى ايه جاي، اخليهم يتقابلوا مع بعض. عملت 2 عملت 4 عكس بعض، 4 رايح يبقى ال4 التانيين جايين، 4 لبره يبقى 4 لجوه، بحيث ان هي تديك الشكل اللي انت شايفاه ده كانها زهره عباد الشمس. وتشيليها بالراحه عشان لونها او شكلها ما يتدخلش مع بعض. انا شلتها بالراحه بحيث ان هي ايه ما تبقاش ايه مهزوزه. حطيتها في الفرن بالظبط 45 دقيقه، طلعت معايا، طلعت طريه وجميله. هبدا بقى اغطيها وبعدين ابدا اقطعها معاكم. انا كده خلاص خلطها يعني بردت وكنت مغطياها، شلت الغطا من عليها وبدات اقطعها معاكم. قمه في الجمال، طعمها روعه زي الكيك يا جماعه اللي بنعمله العادي، بس احنا بنحاول ان احنا نديها الشكل اللي انت شايفاه ده. انا بعمل الكيك العادي بتاعي بنفس المقادير هي. هبدا بقى اقطعها معاكم واوريكي شكلها. بص الخطوط جميله فوق ما تتصوروا، انسيابيه وجميله، وتلاقي الخطوط بسم الله ما شاء الله ماشيه تدريجيا مع بعض، كانك عاملاها بفرشه، كانك رسمها بفرشه. ايه رايكم يا بنات؟ جميله بسم الله ما شاء الله، ربنا يحسن ما بين ايديكم وما بين ايدينا. هقطعها لك انا دلوقتي اهي واوريكي شكلها وقوامها. بصي عامله ازاي، هشه فوق ما تتصوري، وجميله جميله ومش بتلك في البق، خفيفه كده وهشه، كانك عامله اسبونج كده هتزوقيه للتورته. ونسيت اقول لكم يا بنات ان الصينيه اللي انا اشتغلت فيها كانت مقاس 24. عايزه تشتغلي في صينيه اكبر مفيش مشكله، مثلا ممكن تشتغلي في 26 اكبر منها بنمرتين. عايزه تشتغلي فيها اصغر هتديكي ارتفاع اعلى، بس القطر بتاعها بيبقى صغير. اي صينيه عايزه تشتغلي فيها على كيفك، دي حريه ليك انتي، حسب ما انتي عايزه الكيك بحسب ارتفاعه، بس انا شايفه الارتفاع ده كويس. ولو عايزاها تاخد اللون ده يبقى شغاله عليها الشوايه من فوق بس، يعني تبقي طفيتي تحت يا دوبك تشغلي عليها الشوايه مجرد دقيقه او دقيقتين يا بنات، اللون دوت هتاخديه بالظبط وهتطلع طريه معاكي وزي الملبن. انا كنت مصوره لكم المقطع ده علشان تشوفوها وهي سليمه من غير ما تبقى مقطوعه، يا دوبك بس قطعتها وسبتها لكم كده عشان نختم بيها الفيديو. وبكده وصفه النهارده تكون خلصت. لو عجبتك ما تنسيش تحطي لايك وتشتركي في القناه لو بتشوفيها لاول مره، واشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.